هنعمل النهاردة العيش السوري أو الرقاق الطري أو فطاير زي ما انت تسميه. عايزة اقول لكم بكوبايتين 2 دقيق بس تقدري تعملي ولا عجن ولا فرد، وهيبقى خبز سائل من غير تعب ولا مجهود ولا خميرة ولا بيكنج باودر. والنتيجة زي ما انتوا شايفين ما شاء الله اللهم بارك، وسهل جدا جدا فوق ما انتوا متخيلين. شايفين ما شاء الله طري ازاي وجميل جدا ورقيق. وبصوا يعني النتيجة ناجحة 1000000%، حتى لو انت اول مرة هتعمليه. يلا بينا على المقادير. اول حاجة في شفشق الخلاط كمان هنعمله، مش هنعمله كمان بمضرب ولا بمضرب سلك ولا الكلام ده كله. شفشق الخلاط تقدري تعملي كوبايتين، كوباية، 3 كوبايات زي ما انت عايزة الكمية بتاعتك. انا هنا هعمل 3 كوبايات عشان هي وجبة غدا، وهعمل للولاد شاورما فراخ. احط ال3 كوبايات دقيق في شفشق الخلاط، واحط عليهم 3 كوبايات مية. حط لايك للفيديو لو عجبك، لو اول مرة تزور القناة اعمل اشتراك وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بأمر الله. صلى على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حطينا كمان معلقة ملح صغيرة ممسوحة، وعلى كل كوباية مية كوباية دقيق، معلقة زيت، ذرة ملح. هو ده مقدار الكوباية. طبعا انا متأسفة جدا، ممكن صوتي يكون متغير، شوية برد بسيطين كده الحمد لله. هنقلبهم بس كده علشان ايه المية تتقلب مع الدقيق، ونبتدي نحط الغطا بتاع الشفشق بتاعنا ونشغل الخلاط. بس كده مفيش اكتر من كده. هنخلطهم كويس جدا في الخلاط، وبعدين هنجيب مصفى بعد ما الخليط كله يختلط خالص، ونتأكد ان مفيش اي بواقي للدقيق. هنتأكد كمان ان مفيش تكتلات او في حبيبات او في اي حاجة، ونصفيه بالمصفى في البولة بتاعتنا كده. شايفين ما شاء الله الخليط ناعم وجميل جدا وسايل وحلو قوي قوي. وهنا ولا حطينا بيكنج باودر ولا خميرة ولا عجنا ولا فردنا ولا اي حاجة. تقدري كمان ترصيه في صينية وتعملي رقاق، احلى رقاق طري. هنا سبته بصراحة ساعة ساعتين، انا عملته كده قبل ما الكهرباء تقطع، وقلت اسيبه يرتاح على ما اجي اجهز الشاورما بتاعتي الغدا كامل يعني. وطبعا بندهن صينية تيفال عندنا كده او صينية كريب لو موجودة عندك، ندهنها مسحة زيت، وننزل بالخليط بتاعنا سواء من الشفشق او بكرنيب زي ما انتوا شفتوني وانا بعمل. طبعا انا كان نفسي ابدأ معاكم الفيديو من اول الخليط من بدايته، بس للأسف كان معايا مكالمة الصراحة، وشغلت المكالمة وفضلت اكمل الوصفة بتاعتي. زي ما انتوا شايفين بنحط شوية خليط بالكرنيب، انا بعمله بالكرنيب عشان اعرف المقدار بتاعي، والف كده الطاسة لحد ما يملى الطاسة زي ما انتوا شايفين كده. واول ما ياخد لون او احس ان هو حروف بتاعته طلعت كده بقلبه على طول، ما بياخدش ثواني معدودة في الخبيز بتاعه. وهنا طبعا كنت مجهزة الشاورما بتاعتي وحشيت السندوتشات بتاعتي وعلى جريل كده على النار، وعملته كده ولا احلى بجد. طعمه حلو جدا والله، حتى الولاد قالوا لي يا ماما طعمه حلو جدا جدا، يمكن احسن من اللي احنا واكلينه كمان في العيد في المنصورة من المحلات. جربوه، الوصفة بجد حلوة جدا وسهلة جدا وموفرة. يا رب تكون عجبتكم. باي باي، مع السلامة.